وشه زومبي. انا بص من اللي لقيته بيجري عليه. انا جاي في طريق زي كل يوم ورايح القهوه اللي بقعد فيه ومعدي من نفس الشارع زي ما بعدي كل يوم وسمعت صوت جنبي. السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا، عزوة انس وهلا، يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. طبعا احنا غايبين عنكم الفتره اللي فاتت لان هلا كنا بندور عليه، فضلنا نلف عليه ايام لحد ما لقيناه الحمد لله واطمنا عليه، بس هو تعبان شويه. طبعا احنا الاستوديو بتاعنا الجديد بنفتح فيه انا ونادر، فتحناه وناس كتير قوي من المتابعين بتوعنا قلنا هناك. فالنهارده احنا كنا لسه مخلصين في الاستوديو، محمود كلمني في التليفون وقال لي في راجل استنجد بيا وجي وراه شخص غريب قوي عمال يعمل حركات غريبه ووشه متقطع وشكله غريب ووحش قوي. فاحنا دلوقتي نتحرك على محمود ونشوف يعني هنشوف في ايه. خليكم معانا، ما تنساش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجه بسيطه نبقى 100,000 هنا. اشترك في قنواتنا الثانيه واشترك في القنوات اللي احنا هننزلها، وصفحه الاستوديو بتاعنا لو انت حابب تتصور او تنشئ محتوى. الاستوديو في عزبه النخل جنب سنتر شاهين على طول، عزبه النخل الغربيه جنب سنتر شاهين على الشارع. تمام. هسيب لكم لينك البيج تحت في الديسكريبشن، خليكم معانا. معناش عربية طبعا. عارف مين ده؟ ايش انا كنت بجري شويه لقيت صوت غريب، اتجهت للصوت انا ولفت لقيت واحد شكله غريب ومن ضربته شكله مش شارب. مش لا. شارب؟ دي طبيعته. هو طب لا مؤاخذة معلش بيجري. مين هو جاي معلش بيجري مين؟ وحاجه واحد بيجري وراه، الواحد ده شكله متشوه خالص. انت منين انت بقى صاحب ولا انت قاعد فين ولا انت في ايه ولا؟ لا انا بيتي هنا، انا بس نازل الشارع لقيت حاجه بتجري ورايا. ايه اللي جابك هنا يعني؟ ايه اللي جابك هنا؟ يعني انت جريت من هناك لحد هنا اهو؟ ايه بقى اشمعنى جيت هنا؟ هو اكيد ما فيش حد فاتح. هو جاي انا محمود كنت يعني. واقف هنا بره ايه يعني واحد شارب يعني ووشه لا، متسول؟ ده وشه لا متشوه. لا شكله مش متساوي. وشه متشوه عنده بس بلطجي ما يعني؟ بيشوفش. بلطجي؟ لا. فين هو؟ طب فين؟ عمل ايه اول ما شافك؟ عمل ايه ايه؟ ده ايه ده ايه ده؟ اول ما سمع صوتي ايه ده يا انس؟ اول ما سمع صوتي ايه ده يا انس؟ ايه؟ انت عبيط يا محمود، انت بتدخله جوه محمود؟ يا عم اعمل ايه؟ ما هو بيجري ورا اي حد يسمع ده إيه ده؟ صوته. هو ما بيشوفش، هو عمال بيمشي ورا ده الصوت. ده في مرض في وشه؟ ايه ده يا عم؟ انت دخلته هنا ليه يا محمود ده؟ ده مريض ده ولا ما ايه؟ بيسيبش حد بيتحرك، اللي بيتحرك حواليه بيقوم بيب فيه. انا كنتش انا كده زي ما انت حضرتك شايف انا دراع مصاب. يا عم انا مصدقك، بس انا مش فاهم يعني القصه، فاهمني؟ مش راكبه عليا يعني. مش انا زاولته لحد يعني ما اتحبس قصدي- هنا عشان قصدي خاطر الراجل ده احنا اصلا بقالنا مش راضي قافلين، يسيبه. يعني بقالنا قافلين هنا كام يوم. انس بقول لك ايه، تعالى معلش عايزك سؤال. تعالى عايزك سؤال. بقول لك انا شاكك في الواد اللي جوه ده بصراحه. والله انا حاسه برضه يعني مش مظبوط وكلامه مش مترتب، وعمال يقول لك اصل انا جريت، اصل انا كنت وعامل ساكن. بروفات ومحضر الكلام، بس اول ما جينا عليه ده بلا 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 في ايه؟ مش عارف، طب مش ايه اللي بس هيجريك؟ وشه ما بيمثلش. لا بس ايه اللي وبعدين هيجريك ايده هنا؟ فاهمني هيكدب ليه؟ ايه اللي مجريك هنا؟ ما انت ما تجري يعني بتجري عليها. حاسه انا بقول حاسه عارفه. حاسه جايبه لنا. ممكن حاسه اللي هو جاي. يعمل مقلب، بس الراجل وشه متقطع. انا حاسس ان الواد ده ممكن يكون حد زق علينا وجايب لنا ده لحد ممكن هنا. اسال برضو الحلاق، اخش اساله واقول له شفت حاجه غريبه، لو شاف حاجه غريبه، لان هو فاتح لحد دلوقتي. اصبر كده اساله والله. ايه؟ الواد اللي جوه عيل صغير وبيقول لي انا سامع صوت من بدري، بس انا الوسطى قايل لي ما تفتحش الازاز، او بس مركب ازاز، قال لي ما تفتحش لو في اي حاجه، وخصوصا ان هو مستني زبون. بيقول انا مستني زبون هيجي يحلق وامشي على طول. السودا وانا مش وقفت في السودا. فكرة ان الشارع برضه شغاله بس خد بالك بيتحرك اللي عندنا. بس اللي جوه ده مش جن، اللي جوه ده بقى شبه الناس اللي هي بتبقى صاحي ميت ده، بيبقى زومبي.
والله شيء كفاية. انا برضه بص ده وشه غريب، وشه مش وقاعد ليه يعني مش فاهم. مش عارف، مش عارف ايه. خايف يكون محمود حد مسيطر عليه ولا حاجة. مش الدرجة دي يعني محمود بان عليه في عيب. بس دخلوا المحل، تعال نعرف هو دخلوا المحل ده ازاي. بقول لك يا محمود، هو انت الراجل ده جري عليك على طول، ده دخلته المحل دخلته البتاع ده ازاي جوه؟ لا ده قاعد يقول لي حب مش شايف. مش شايف؟ دخلته بالمفاتيح بالصوت؟ بالصوت. دخلت جوه قعدت لحد ما دخل استخبيت ورا الباب ورحت قافل الباب وجاي. انت ذكي يعني، انا عندك مدخل اهو مدخل اهو. مش عارف عشان المحل بتاعنا. يا عم مسافة ما نفتح له الباب ولا نشوفها اكيد اللي بس الفكرة بقى يطلع احنا مش عارفين يعني يعمل هو ايه. انت كنت ماشي بامان الله لقيته بيجري عليك؟ انا جاي طريق زي كل يوم ورايح القهوه اللي بقعد فيها، ومعدي من نفس الشارع زي ما بعدي كل يوم، وسمعت صوت جنبي بيتحرك. انا لسه بلف عشان ابص على اللي ماشي ناحيتي ده، لقيت حاجه شكلها غريب. واول ما سمعت صوت مشيتي ابتدت حركتها تبقى اسرع جريت عليه لحد ما شكله اتضح ليا. انا خفت، انا ما عرفتش ملك نفسي، جريت لحد ما لقيت انا لقيته بيجري، انا بملى ميه بص ميه بملى ميه بغسل ايدي لقيته بيجري مرة واحدة بقول له بتجري ايه؟ قال لي في حد بيجري ورايا. فضلنا واقفين في حته من غير ما نطلع صوت، وفضلنا عايزين نوصل للفكره لحد ما هو اقترح عليا فكره المفاتيح. قال لي هنخش وهننقل المفاتيح وهنعمل بيها كده. وهو بما انه بيتجه لاي صوت عالي فما قدمناش غير الحل ده، فاتفقنا على الفكره دي وعملناها لحد ما بتتحرك على اي صوت عالي يعني. بس حتى تعالى كده بص انا بص يا ابني وشه غريب قوي، انا مش فاهم دخلته ازاي جوه يا محمود. بقى انت الله موديه فين بقى؟ هي الفكرة بقى مش هيسيب حد ماشي في الشارع. طب هو عايزك انت بتبص ولا بيجري ورا اي حد؟ لا مش انا بس، اي حد. يا عم انا لما انت عرفت منين ان مش انت بس؟ انا ما لان الراجل ده اول ما شفته انا مش فاهم ده كده محروق يعني ما ولا كانش ايه ده؟ ما كانش مدي ايه، وانا شايفه بيجري بيسالني. بص وشه عامل ازاي، وشه وشه زومبي. انا بص ما حدش يعمل اسنانه كده. بص عامله ازاي، بص وشه اصلا غريب. يلا اسمه اقصى. حضرتك حاول تسكت، حاول تسكت، ما تطلعش اي صوت. اسكت بقى ما تعملش صوت وانا افتح بالراحه مش هيحس بينا. هو مش هيتحرك غير لما نعمل صوت. محمود ريحة المكان طين. اذنكم يا جماعه معلش، بس يعني الفيديو ده لو نزل انا عايز ايه ده؟ هو عامل صوت. بيعمل صوت غريب كده. بص واحد ثانية كده. ايوه اللي بالك عشان دي مش تصرفات واحد شاري. بص رجلين وايدين، بص ايديها مخضرة ازاي، ورجله بص رجله في اثار عفن. يا ابني ده زومبي، ده زومبي تلاقي زومبي. ده متحول، ده بني ادم زومبي. بص ايديه عاملة ازاي وجسمه. بس ما تعملش صوت. وبعدين مش خيال علمي. هزلان يا باشا. تعالى هل ده مش خيال علمي؟ تعالى الكلام ده بجد؟ مش عارف. الله يخرب بيتك يا محمود. تعملش صوت. بص مش عاوز بص انا اول ما اعمل مفتوح كده بص تمام.
تخبطلوش سيبه انا هعرف اتعامل معاه. طب بتقوم ما تقوموش يا عم، مش عايزين نقوم. المشكلة ان هو ما بيصدرش اي افكار. طب احنا نطلعه بره يعني؟ مش عارف اقول لك ايه بصراحه. طب هل في انا مش عارف اقول لك ايه طلعه فعلا. نعمل ايه طيب؟ بصراحه طب هل نقدر احنا في نخبره؟ ايه ولا في ايه مش عارف يعني. انا اقول لك ايه بصراحه يا محمود، يعني ما تزعلش يا صاحبي مني، انا اسف. احنا مش ساعد الناس فاضيين ليه. كلها بس احنا مش وقتها دي خالص. يعني ما تزعلش مني، حقك عليا بس دي مش وقتها. مش قصدنا حاجه، انت حد منورنا ولا بس انت عمري ما بقتش غير ولا- تجري علينا. انا عموما يوتيوبر والناس عارفه كويس احنا بنعامل الناس ازاي. بس والله انا مش قصدي حاجه، بس الواحد مش ناقصاه يعني حاجه زي دي نصيبه. انت فاهم بقى اليومين دول انت شايف الدنيا عامله ازاي. طب هل يا صاحبي ده شكل بني ادم عادي؟ ده مش بني ادم اصلا. ايه ده؟ امال هو ايدين ورجلين بني ادم. يا عم لا ده في حاجه. وبعدين هو شكله بيمشي ينتش مثلا من بلكونه من حاجه فاهمني، ويحط ايوه البس وخلاص. خلاص. ما هو بيتاثر مثلا بالساعه، جو اليومين دول ساعه. لا يا عم ده اي حد بيجي بعد تحس ان هو عايز إذنكم. يعض يا عم. يا جماعه ده بعد مش- اذنكم. ما هو بص هو اول حاجه عملها ان هو هجم عليا، ده اللي خلاني اجري. بص انا هقول لك على حاجه، عشان عندي الناس بتتابع وعم تابع الكلام ده. فيا جماعه انتوا اللي هتقدروا تحددوا لنا اذا كان ده فعلا شخص متحول زومبي ولا ايه. فيا ريت الكومنتات بتاعتكم، اللي مش عارف يكتب في الكومنتات هنا يخش على الانستجرام يكتب. طب نطلعه يا بره. دكتور، في الدكتور اللي تواصل معايا قبل كده، دكتور حسين، حضرتك بتتابعني دايما. وبرضه ممكن تكتب كومنت كده وانا هثبته عشان الناس برضه ايه يعني تشوف رأيك. ده ايه اقول ده ايه؟ ده دكتور يعني ما شاء الله عليه. انا عندي فكره، احنا ممكن نجيب اي منديل او اي ورقه، بس لازم يكون في دم. لان لو هو زومبي هيجري اقول لك كده، اكتر حاجه هيجري عليها هو هي الدم. ازاي بيجري وراكوا وهو اصلا مش قادر يتحرك؟ لا يتحرك بس لما بيسمع صوت. وريني كده نادي. اول ما بيسمع صوت بيتحرك. نادي يكون صوت عالي. ايوه انا مش عارف، انا خايف اخش جوه. لا ما تخشش، افتح الباب وهو يطلع هيمشي على الصوت. هيطلع يمشي على الناس. لا هيفضل ماشي على الحركه الصوت. ما احنا هنعمل فيه ايه؟ والكاميرات لو هم شافوا بقى جاي منين هيجيبوا جاي من لنا المحل. جامعة. لا ما هو الكاميرات ما هيبان ان هو داخل اصلا انت هنا دبست المحل. لنا فيه مش فاهم. هي فكر الراجل ده جايبه لنا وجاي عشان نطلعه على الناس يا كاميرات يا محمود. باشا، كل شارع فيه كاميرا عشان طلع- محدش طب احنا يظلمني، نعمل ترجع ايه؟ للكاميرات وتبص على انا الأرض. اصلا شكلي يعني ما نشوف بس حل المصيبه وهرجع معاك انا للشارع اللي انت كنت جاي منه. عشان شوف كده تتأكد. في صيدليه بقى شيء في حاجه. وبرضه لو لقيت الفيديو هحطه على يوتيوب برضه. انت تعمل ايه طب دلوقتي هتخش؟ هو ده لازم نفهم هو بيعمل ايه. ما انا مش هنفضل واقفين كده طب بقول لك يا محمود، انا هخش انا وانس وخليك واقف على الباب عشان لو حصل حاجه لا هو انا تطلعه. رايي واحد بس أنا في رأيي يخش تيجي نتفق على فكره جديده والاتنين نعملها. على الباب. لو لقيتوا الكلام بقى ايه على ان هو يخرج، كل واحد يزاوله من حته كده بس ما تخرجوش بره. لو خلي بالك كلام الواد الحلاق اللي قدامنا ده اصلا مرعوب يعني، قاعد بيقول لي انا سامع صوت من بدري وما اعرفش ايه. بس انا قلت اما هو كان واقف مره واحده وشافنا. انا لسه سأله حالا. لو كلامك بجد وده زومبي مش هينفع نسيبه يطلع بره، ومش هينفع نخاطر ان احنا نقرب منه. هنعمل له ايه بقى؟ فاحنا لازم نتفق على فكره عشان نخرج من المأزق اللي احنا فيه ده. ماشي، ما فيش حد فينا دكتور عشان اقول لك نعالجه، وده عشان نمسكه ونروح بيه مثلا المستشفى هيعض واحد فينا ولا يعمل مش حاجه. هنعرف نمسكه اصلا. هو لو ممكن ما عمل- يكونش لو سيرفي عمل زومبي لواحد سيرفي كده- انس، ممكن يكون هو شارب حاجه واخد حاجه يا حقنه. حبيبي في دلوقتي برشام وحاجات زي الفلاكه والحاجات بس دي. ده وشه يا بابا بتأثر على الجسم ما والجلد، تخلي وشك تعمل فيه حروق. يوصل ده أيوة، كده بقى قرح. من زمان هو بيعمل قرح يا الكلام ده. حبيبي. ايه ما تشوفوش يا جماعه هو بني ادم عنده قرحه؟ بس ده كده من زمان بقى. كتير، بس لا ده غالبا ده كده يا ما عم في هو الوقت ده- بقاله كتير. بص وصل لمرحلة هتلاقي ده إدمان لو هو كبيرة. كان في الشارع والراجل ده كلامه صح، معلش اعذرني انا ما انا أعرف. هستنى، انا مستني أعذرني. إن انت تتاكد. بس لو الراجل ده كلامه صح فده هتلاقيه كان في مقلب زباله محدش، او مثلا اتهد بنت عماره
مكان المقلب الزبالة ده، فهو خرج ابتدى بقى ايه هزيل كده، او بيخرج بالليل وبينام بالنهار مع الشام. بس هو يعني مش فاهم اللي عدت، حاسه بيأمن. لا مش ساكن ده. مين ده صح؟ مش الشارع كله نار. بقول لك ايه، هتخش؟ طب انت وانا مش عايزك تخش بصراحه. هو على فكرة بص يعني مفتحة، مستني أي حد أصلا يزور يا عم كده. هل حد سمع مفتحة كده بس ما بيشوفش. ثانية كده يا جماعة، ثانية بس أعرف بتتحرك ازاي. يعني بص شفت حد بره بينادي؟ حد مفيش حد. بقول لك يا انس، افتح ما تعملش صوت. مش بقول لك ايه انس، تدخلوش. انس بس انس، اقفل تاني في تاني. هو بص في ورق في الدرج جوه مهم.